تخيل معايا، بتصحى كل يوم وعندك نية تبدأ من جديد، تحاول تحلم، تخطط، بس دايما في حاجة بتوقفك، ترجع لنفس النقطة، نفس الدائرة. تفتكروا السبب؟ فلوس؟ ناس؟ ظروف؟ ولا حاجة من دول؟ السر في كلمات بسيطة جدا انت اللي بتقولها لنفسك وهي اللي بتكسرك بصمت. في الفيديو ده هنتكلم عن 5 كلمات بتقفل حياتك وتمنعك توصل للشخص اللي جواك. الكلمة الأولى: ما أقدرش، I can't. كلمة بتقفل الباب قبل ما تحاول تفتحه أصلا، بتخليك تصدق إنك ضعيف قبل ما تبدأ. بدلها ب هحاول، I'll try. المحاولة مش ضعف، دي بداية القوة. حتى لو فشلت هتتعلم. الكلمة الثانية: أنا بقيت فاشل، I'm a خسرت failure. كل حاجة. أقسى جملة ممكن تسمعها لما تكون جاية من جواك. أنا فاشل، I'm a failure. أقسى جملة ممكن تسمعها لما تكون جاية من جواك. بدلها ب لسه بتعلم، I'm still learning. كلنا بنغلط، بس اللي بيكمل هو اللي بينجح. التعلم مش فشل، ده طريقك للنجاح. الكلمة الثالثة: مش هينفع، it won't work. كأنك بتدفن الفكرة وهي لسه بتتنفس. كل فكرة عظيمة بدأت ب طب نجرب، بدلها ب أجرب وأشوف، let's try and see. يمكن تمشي ويمكن تتعلم حاجة جديدة. الكلمة الرابعة: أنا لوحدي، I'm alone. الإحساس ده بيخوف بس مش دايما حقيقي. بدلها ب محتاج حد يسمعني، I need someone to talk to. اطلب المساعدة، هتتفاجئ مين ممكن يكون جنبك. الكلمة الخامسة: ملهاش لازمة، it's pointless. كلمة بتقتل أي دافع، بس مفيش خطوة في الحياة من غير قيمة. بدلها ب كل خطوة ليها قيمة، every step matters. حتى أصغر خطوة بتوصلك لحاجة أكبر. الخاتمة: الكلمات ليها قوة، ممكن ترفعك وممكن توقعك. من النهاردة راقب كلامك مع نفسك، اختار الكلمات اللي تبنيك مش تهدك. لو لقيت نفسك بتقول واحدة من ال5 كلمات دي، خد نفس وغيرها. لو الفيديو ده لمسك، شاركه مع حد بتحبه،